اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. لو ولادك بيحبوا الكاتشب جدا ومش بيستغنوا عنه في أي أكلة، ايه رأيك بقى نعمله في البيت بدون مواد حافظة؟ وهنعمل منه كمية كبيرة جدا جدا بتمن برطمان واحد كاتشب، يعني توفير التوفير. استغلي ان الطماطم رخيصة جدا جدا في السوق، وهاتي 3 كيلو واعمليهم كاتشب، هيكفيهم مدة كبيرة طول السنة. لو أول مرة تشوفوني بتمنى متابعتكم الجميلة ولايك على الفيديو ده علشان تشجعوني أقدم لكم كل جديد. ويلا بينا نبدأ. عندي هنا 3 كيلو من الطماطم، غسلتهم كويس جدا جدا وقطعتهم قطع صغيرة زي ما انتوا شايفين. هبدأ أنقل الطماطم كلها في حلة زي ما انتوا شايفين. بعد كده رفعت الحلة على النار وهسيبها لمدة نص ساعة. زي ما انتم ملاحظين كده الطماطم بعد نص ساعة ابتدت تتهري والجلد يفصل عن لحم الطماطم. هنديهم تقليبة كويس جدا جدا. بعد كده هنطفي عليهم النار وهنسيبهم يهدوا شوية. جبت الخلاط الجميل بتاعي وهبدأ أنزل بالطماطم بالمية بتاعتها زي ما انتوا شايفين، وهنضربهم على أعلى سرعة. أهم حاجة نتأكد إن الطماطم مضروبة ضرب ناعم جدا جدا. بعد كده بجيب المصفى وبجيب الحلة وبنزل بعصير الطماطم اللي لسه ضاربينه مع بعض، وأبدأ أصفيه بالمصفى كويس جدا جدا. ودي الطماطم بعد ما عصرناها ورفعناها على النار تحت المتوسط. وبنعمل كده طبعا لأن الكاتشب هيقعد على النار حوالي ساعة كاملة، فلازم النار تكون أقل من المتوسطة، وكل شوية لازم نقلب الصلصة بتاعتنا زي ما انتوا شايفين كده حبايبي. ودلوقتي هبدأ أنزل بالبهارات بتاعت الكاتشب. أول حاجة هننزل بربع كوباية من الخل الأبيض. بعد كده هننزل ب3 معالق كبيرة من السكر البني، ولو مش متوفر عندكم هتحطي عادي جدا جدا سكر أبيض. هننزل بمعلقة كبيرة من الثوم البودر ورشة خفيفة جدا من الملح ومعلقة كبيرة من البصل البودر، وآخر حاجة معانا فصين من القرنفل. ونبدأ نقلب المكونات دي كلها مع بعضها زي ما انتوا شايفين. أهم حاجة إننا كل شوية نديها تقليبة كده. بعد مرور حوالي ساعة نعرف منين إن الكاتشب استوى معانا. هنجيب طبق وهنحط فيه شوية كاتشب وهنميل الطبق زي ما انتوا شايفين كده وملاحظين مفيش أي مية نزلت منه، وقوامه ما شاء الله تقيل وكله بينزل مع بعضه. لو ما كانش استوى كنتم هتلاقي مية بتنزل منه. هنطفي طبعا عليه النار وهنسيبه يبرد تماما. جبت بعد كده شفشق وهبدأ أعبي فيه الكاتشب علشان يسهل لي تعبئة الكاتشب في البرطمانات والأزايز. ودي الأزايز والبرطمانات اللي هعبي فيها الكاتشب. طبعا بنغسلها كويس جدا جدا وبننشفها، ونبدأ بقى نعبي الكاتشب زي ما انتم ملاحظين كده. قوام الكاتشب جميل جدا جدا ما شاء الله. ودي كل الكمية اللي طلعت معايا ما شاء الله تبارك الله، كمية وفيرة جدا جدا. خلي بالكوا الأزايز دي حجمها كبير جدا، وده قوام الكاتشب اللهم بارك جميل جدا جدا ومعمول بنظافة في البيت. وفعلا طعمه أحلى بكتير من الكاتشب الجاهز اللي بيكون مضر لولادنا. في نفس الوقت تمنه غالي، يعني 3 كيلو دولت جبتهم أنا ب18 جنيه، ما يجيش تمن برطمان واحد من الكاتشب. وأديكوا شفتوا عملنا كمية قد إيه اللهم بارك. يا رب يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه. ما تنسوش اللايك الجميل وشير علشان يوصلكوا كل جديد. كانت معاكم الشيف ماجي، وأشوفكوا على خير في وصفة جديدة إن شاء الله.